الناس دول بيهددوني بالقتل، أنا والدي متوفي، ما فيش حد يقف لهم، أنا عايزة حقي وحد يحميني من الناس دي. الفويس ده اتبعت لي على الواتساب، والغريبة ان لما عرفت القصة الكاملة اتصدمت. ورغم ان القضية دي مختلفة عن المحتوى اللي بقدمه، لكن فعلا احداثها هتخليك تتصدم من كم الغل والحقد اللي فيها. عقد اسمه واصل الحكاية. لكن قبل ما نبدأ حضر مشروبك وحط السماعات، ولو جاهز يلا نبدأ قصة النهارده. قضية النهاردة من محافظة الدقهلية، وتحديدا من قرية الحصينة. تبدأ القصة سنة 2013 لما مجموعة اخوات قرروا ان هم يعملوا ما بينهم عقد اسمه عشان يحددوا نصيب كل واحد فيهم. وقتها الاخ الاكبر الاستاذ عادل جمع اخواته يوم الجمعة 23/8/2013 عشان يقعدوا بالتراضي وكل واحد منهم ياخد حقه. وبعد التاريخ ده بحوالي 15 يوم، وتحديدا يوم 8/9/2013، يتوفى الاستاذ عادل السعيد السيد وتسقط الأقنعة وتبدأ القصة. بس في الأول وكالعادة عايزين نصلي على النبي، وخليك فاكر إني بسرد عليك الأحداث بأدق تفاصيلها عشان أعيشك كل لحظة فيها، وإن الغرض مش الإطالة. قبل ما أكمل الحلقة حابب أشكر كل المتابعين على دعمهم، عشان كده قررت أكافئكم بفكرة موقع كنز بمعنى الكلمة. فلو حضراتكم زي ما عندكوش خبرة في الاقتصاد والبيزنس بشكل عام، وبتلاقوا صعوبة في اتخاذ القرارات اللي تخص البيزنس، فهنا هعرفكم على فلاجيديو. وفلاجيديو هي منصة تعليمية واستشارية بتقدم لك استشارات مجانا وخطط استثمار مخصوصة ليك، وأكتر من 100 كورس تعليمي مجانا، وكل ده علشان تكون مطمن وتقلل احتمالية الأخطار والأخطاء. وكمان بتضمن لك إن أي مبلغ هتقرر تستثمره هيكون موجه في الاتجاه الصحيح. مش بس كده، المبلغ كمان اللي هتستثمره هتاخد عليه بونص 100%. يعني لو استثمرت مثلا ب$100 هتلاقي في رصيدك $100 بونص. يعني تقدر تعتبر فلاجيديو هي الدليل الشامل لكل اللي هتحتاجه في الاستثمار. فلو حابب تشغل فلوسك وتكسب في امان، انصحك انك تدرس الموضوع الاول وتعرف اكتر عن منصة فلاجيديو. نرجع مرة تانية للاستاذ عادل اللي كان موظف في الوحدة المحلية بالحصينة، وزي ما قلت لحضراتكم انه عمل عقد اسم عشان كل واحد يعرف حقه، وكأن قلبه كان حاسس. فكان عاوز يأمن بنته الوحيدة آية، واللي في التاريخ ده عمرها كان 8 سنين. وطبعا بما ان هي البنت الوحيدة، فأهل الأب كان هيبقى ليهم نصيب من الميراث. بس بعد العقد ده أستاذ عادل تنازل لبنته أو كتب باسمها كل حاجة، ودي المفاجأة اللي ما عجبتش البعض. وبدل ما يكون الأهل هم السند، تحولت العلاقة لعداوة مع طفلة عمرها 8 سنين. وعشان أكون محدد أكتر، العداوة مش مع كل أهل والدها، المشاكل دي ما بينها وما بين أقرب عم ليها. وأقرب عم أقصد بيه مش الأقرب من حيث الصلة، أقصد بيه الأقرب من حيث الجيرة، لأن حرفيا هو المعنى الدارج الباب جنب الباب. ومع ذلك الموضوع ما وقفش عند التحديات والإهانات وبس، ده كان آخرها تهديد بالقتل، وكأننا عايشين في غابة. السؤال دلوقتي، ليه آية ما تعملش محضر، وخصوصا ان موقفها قانوني والارض باسمها؟ هنا بقى هقولك ان في صدمة تانية على حد وصف استاذة آية انها عملت اكتر من محضر، واغلب الظن عشان صلة القرابة فممكن تكون محاضر كيدية، وفي الاخر بيتم تأييدها كمحاضر ادارية. فراحت الوحدة المحلية والمحافظة عشان تكون خبطت على كل الابواب، والاستاذ الموظف الفاضل في المحافظة قال لآية ووالدتها انتم عاملين ازعاج، هو احنا ما وراناش غيركم؟ يعني بنت والدتها ملهمش ظهر ولا سند في الدنيا الا ربنا وجهة مختصة المفروض انها تحميهم وتجيب حقهم. فده كان رد الموظف عليهم، واللي اتمنى ان الشخص ده يتعاقب. وقبل ما اسيبكم مع الفويس الكامل اللي بعتته الاستاذة آية، حابب اقول لكم ان اللي بيعمل كل ده مرات عمها، اما عمها فموقفه اقل من السلبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا أستاذ هادي؟ اللي حصل ان انا رحت اعمل عملية وجيت لقيت الباب ده اتفتح، وماما في نفس اليوم راحت عملت بلاغ وجابت طلب المعاينة، وتاني يوم سلمت طلب المعاينة للوحدة المحلية الساعة 9 تقريبا. والوحدة المحلية استلموا طلب المعاينة وقالوا لنا خلاص احنا هنيجي وراكي. الجيران اللي جنبنا دول في فاصل جدار ما بيننا وما بينهم، كانوا عمالين يوقعوا الجدار ده طوبة طوبة. فأنا رحت لهم السلام عليكم يا جماعة، الجيران بيوقعوا الجدار اللي ما بيننا وما بينهم، أو جاي يعني ردوا عليا قالوا لي ايه، احنا معانا بلاغات جاية من المحافظة أهم من البلاغات اللي جاية من النيابة. فانا قلت لمامتي خلاص يا ماما، بدل هما معاهم بلاغات جايه من المحافظه اهم من النيابه، فاطلعي بقى على المحافظه اشتكي. فمامتي طلعت اشتكت في المحافظه وجم عملوا طلب المعاينه. فماما راحت تسالهم ايه يا جماعه ايه حوار الباب، قالوا لها انتي وبنتك عمالين تشتكوا على البريد الالكتروني او المنصه الالكترونيه وعاملين لنا ازعاج.
فيا جماعة أنا كل اللي أنا عايزاه إن حد يحميني من الناس دي، وعايزة حقي مش أكتر ولا أقل. الناس دول بيهددوني بالقتل، بيشتموني وبيشتموا والدتي. أنا والدي متوفي، مفيش حد يقف لهم. أنا كل اللي أنا عايزاه، أنا عايزة حقي وحد يحميني من الناس دي. العقل مش قادر يستوعبه لحد دلوقتي ازاي القرية دي ما فيهاش حد كبير يتدخل ويمنع التعدي على آية ووالدتها. والتعدي مش بس على قطعة أرض مباني، ده كمان بيحاولوا يبوروا الأرض الزراعية بتاعتهم، يعني ما سابوش أي نوع من أنواع الأذى أو التعدي إلا لما عملوه، وكل ده بدون أي مبرر. والسؤال، الست دي ليه بتعمل كده؟ وإيه دخلك أصلا بالموضوع ده لو افترضنا إن في نزاع أصلا؟ والأغرب هو دور جوزها اللي هو عم آية. حابب أسأله وأقول له حضرتك فين من كل ده؟ مش فاكر لأخوك أي حاجة وسايب مراتك لمدة 12 سنة بتجور وبتظلم؟ وفي مين؟ في بنت أخوك. وأكيد والد آية ليه إخوات تانيين، هم فين وليه محدش بيتدخل؟ طبعا كل ده بالنسبة للبعض حكاية بحكيها، بس آية ذات نفسها بتشرح كل ده في فيديو. الأفعال والتصرفات اللي فيه تصرفات ناس مليانة حقد وغل. السلام عليكم. أنا امبارح طبعا نزلت بس محدش كان فاهم قوي، فده بداية الشارع وده بيتي، تمام. وتاني بيت ده هاتي يا بابا المفتاح. تاني بيت ده بيتهم، الحتة اللي ورا دي رطيق، تمام. أظن يا جماعة أنا بس عاملة عملية عملية جدا، وخليني أوريكم اللي بيحصل بالظبط. بسم الله. دول كده القراطين، تمام. ده كان جدار هما لسه حدينه دلوقتي، طوبة اهو، تمام. لسه محدود دلوقتي حالا. والباب ده مفتوح لسه، البتاع هي حتى وسارقين الطوب من عندنا. وده باب، اوكي. الباب ده هنا الجيران اهو. الباب ده أزيلي، هما بيدخلوا عندي، يعني مش طبيعي. طيب دلوقتي يا جماعة دي حتتي، مفيش أي شارع رئيسي، مفيش أي حاجة يعدوا منها نهائي خالص علشان يفتحوا باب هنا. ليه في باب هنا مفتوح؟ أنا مش فاهمة ليه باب يكون هنا مفتوح. أنا والدي متوفي، مليش اخوات ولاد، ومستقوين عليا أنا ومامتي، مفيش غير أنا وبابا بس مستقوين علينا، مش هنا حتى يعدوا منها. ازاي تفتح باب على حور؟ أنا لما رنيت على النجدة امبارح قالوا لي ازاي فاتح باب، هو في شارع يعدي منه؟ قلت له لا مفيش شارع. قالوا بل هو فاتح باب ازاي؟ قلت له فاتح باب على قيراطين بيتحوط عليهم بسور. قال لي ازاي يعني؟ حتى النجدة ما استوعبتش الحوار. فانا نزلت لكم اهو المنظر والشكل علشان تشوفوا، عشان لو محدش كان فاهم كلامي امبارح. واعذروني جدا لان انا عامله عمليه، يعني حرفيا عامله عمليه، حسب الله ونعم الوكيل. ده الجدار ده لسه مهدود حالا، تمام. الجدار ده كان علو كده، كان علو كده، تمام. الجدار بقى كده ليه يعني؟ انا مش فاهمه، انا مش فاهمه. ما هو مفيش اي شارع، مفيش اي حاجه تعديهم علشان هما يعدوا من هنا. فدي استغاثه للسيد المحافظ، وزاره الداخليه، اي حد يقدر يساعدني. انقذوني يا جماعه، غسولي، هما مستقوين عليا علشان انا بنت وحيده، ومامتي والدي متوفي، معنديش اخوات ولاد. انا مامتي مش من البلد اللي احنا فيها، مستقوين عليا هي واخواتها. فدي استغاثه، وان شاء الله هطلع اقول لكم كل الموضوع بالتفصيل. بس يا جماعه هي دي الحته اهي بتاعتي، تمام. معايا ورق الملكيه بتاعها طبعا، معايا كل حاجه، عقود الاسم موجوده، الحته دي بالمناسبه. بس يا جماعه الخير شكرا. شايرة يا جماعه لو سمحتوا، الحته دي يا جماعه، الحته اللي ورا دي حتته، ودي حتتي انا، وده بيته، واللي قدام ده بيتي. معايا اوراق الملكيه الحته دي. ما فيش اي حاجه، مفيش اي شارع علشان ادخل منه،
هو بنى الدور التالت ده، تمام. بنى غرفتين فيه. الغرفة دي كانت الناحية دي كانت مبنية من زمان جدا عشان مبقاش كدابة. السلم ده معمول 3 كام؟ 3/6. وقتها أنا كنت في امتحان ومامتي كانت بتحج. بس يا جماعة الخير، شكرا. دي استغاثة. السلام عليكم. الساكت عن الحق شيطان أخرس، وإذا رأى أحدكم منكرا فليغيره. والمنكر هنا والله أعلم المقصود بيه أي شيء غلط نستنكر فعله. مش طالبة غير إن يبقى ليها إخوات وعزوة في ظهرها. والناشد محافظ الدقهلية والنائب العام بصد الأذى عنها وعن والدتها. عشان كده هطلب منكم الطلب اللي آية طلبته، إننا نفعل الهاشتاجات اللي هسيبها لكم في أول كومنت، ونعمل شير عشان نوصل صوتها. ويا ريت تكتبوا لنا عايزين نتكلم عن إيه الفترة الجاية. لايك وشير وكومنت يدعمنا لو عجبك المحتوى. ولحد هنا ينتهي دوري عند السرد وبس، أما الحكم في الأول وفي الآخر فهيكون ليك. دمتم في أمان. سلام.